السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا وان شاء الله رجعت لكم النهارده بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. وفيديو النهارده هتكلم فيه معاكم عن ازاي نقوي علاقتنا بربنا او ازاي نقرب بربنا اكتر. هقول لكم النهارده عن ايه هي العبادات والحاجات اللي احنا ممكن نقرب بيها، يعني نقرب بيها او نقوي بيها علاقتنا بربنا وتفاصيل اكتر. كل ده في فيديو النهارده، فعشان كده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو ده مع اصحابكم عشان هما يستفيدوا هما كمان ويطبقوا النصايح دي ودلوقتي يلا نبدأ. واول حاجه بقى يا بنات ممكن تعملوها وهي الصلاه. لازم تصلوا الصلوات الخمس في وقتهم، وبالذات صلاه الفجر. ولو انتوا مش عارفين تنتظموا بالصلاه او كده وعايزين اعمل لكم فيديو عن الصلاه لوحدها، اكتبوا لي في الكومنتس وانا ان شاء الله اعمل لكم الفيديو ده. فلازم انتوا يعني تنتظموا بالصلاه. وبعد كده ممكن بقى يعني تزودوا مثلا صلوات زي مثلا قيام الليل او سنن، يعني او مثلا يعني صلوات تانية. او اختاروا يا بنات سجادة يعني تكون ناعمة عشان مثلا ان انتوا بتصلوا ما تتعبوش او كده. وطبعا انتوا يا بنات لو مش عارفين مثلا يعني او مش عارفين يعني تصبروا على الصلاة، انتوا ابدأوا ابحثوا مثلا يعني عن فضل الصلاة او كده على اليوتيوب واسمعوا فيديوهات اكتر عشان تحاولوا ان انتوا تنتظموا اكتر بعد ما يعني تكونوا شفتوا مثلا فضل الصلاة او كده، وتشوفوا برضو عقوبة تارك الصلاة والحاجات دي علشان تحاولوا ان انتوا دايما تفكروا نفسكم بان انتوا مثلا لو ما صليتوش هيحصل لكم كذا فتصلوا وكده. فانتوا مثلا ابحثوا عن اليوتيوب عن عقوبة تارك الصلاة واسمعوا شيوخ كتير واسمعوا حاجات كتير. وممكن كمان يا بنات تسمعوا بودكاست ديني، ودي حاجة حلوة جدا. تسمعوا اي بودكاست ديني، في مثلا بودكاست وعي او كده، او تسمعي او تسمعوا يعني اي فيديوهات مثلا دينية او كده عشان تستفادوا منها او مثلا بتكون تتكلم مثلا عن العبادات او الصلاة. الحاجة بقى يا بنات التانية اللي انتم ممكن تعملوها وهي قراءة القرآن الكريم او حفظ القرآن الكريم. لازم يا بنات ان انتوا تقرأوا قرآن يوميا، او حتى تخصصوا لكم كده يعني ورد يومي. وطبعا يعني من الافضل ان انتوا مثلا تحفظوا قرآن. احنا طبعا دلوقتي في الصيف يعني او في الاجازة، فانتوا ممكن يعني تروحوا كتاب او كده تحفظوا. لو انتوا مش عايزين تحفظوا، يعني خصصوا ليكم مثلا ورد يومي في اليوم، مثلا 3 او 4 صفحات تقرأوهم. واحرصوا دايما يا بنات على قراءة سورة الملك قبل النوم، عشان بجد السورة دي فرقت معايا جدا انا شخصيا. فلازم ان انتوا زي ما قلت لكم تخصصوا ورد يومي من القرآن، حتى لو صفحة واحدة بس. الحاجة بقى يا بنات التالتة اللي بعد كده وهي التسبيح او الذكر اليومي. خصصوا ليكم مثلا يعني وقت، عدد مثلا يعني من الذكر مثلا 50 مرة او كده، او اكتر او اكتر او اقل. انتوا ممكن تعملوا حاجه حلوه ان انتوا مثلا تعملوا 10 بعد كل صلاه، بحيث انتوا مثلا تبداوا 50 في اليوم، 10 بعد كل صلاه عشان تبداوا تتعودوا. ممكن تستخدموا خاتم التسبيح او سبحه. الحاجه بقى التانية اللي برضو ساعدتني جدا في ان انا اقوي علاقتي بربنا وهي ان انا اقرا اكتر عن السيره النبويه وقصص وقصص القران وسير الصحابة. في كتب كتير جدا. لو ما عندكوش كتب ممكن تقرأوا من النت، بس طبعا الأفضل كتب عشان يعني بتكون أصح، وانتوا بتلاقوا الكتاب قدام عينيكم. فانتوا ممكن تقرأوا مثلا عن الأنبياء أو عن الصحابة أو مثلا معجزات النبي أو حاجات تانية كتير. وممكن كمان يا بنات تعملوا حاجة حلوة جدا، وان انتوا تبدأوا تحفظوا مثلا أحاديث أو كده عن النبي أو أدعية مثلا، عشان الحاجة دي برضو جدا ساعدتني في ان انا اقوي علاقتي بربنا. الحاجة بقى يا بنات الخامسة بعد كده وهي تتعلموا احكام القرآن يعني او التجويد بشكل عام. الكتاب ده تحفة جدا يا بنات، واصلا اسمه كتاب تحفة الاطفال والغلمان. ده تحفة بجد يا بنات. بيعلمكم كل حاجة عن التجويد وعن الترتيل أو الحاجات كده أو أحكام القرآن عامة. يعني وهو كاتبها مثلا يعني كاتب مثلا حكم الإدغام لوحده أو الإقلاب أو الحاجات دي، ومديكم أمثلة بجد، ومديكم من الشاهد من كتاب التحفة. وطبعا هو كمان الحلو من ورا إن هو فيه فهرس متقسم. فده بجد كتاب تحفة جدا. هو أصلا يعني بسعره غالي، تقريبا كنت شاريها ب40 جنيه أو حاجة زي كده. بس بجد انتوا لازم تشتروا كتاب زي كده عشان بجد هتستفادوا منه جدا جدا.
وزي ما تشوفين من تحت كاتب المصادر، مثلا هو كاتب هنا مثلا القرآن الكريم، وكاتب مصادر تانية مثلا مثلا كاتب هنا المد المنفصل ومدي أمثلة عليه وكده. وهنا طبعا أنا كنت بذاكر هنا في حكم الإدغام، هو كاتب الإدغام لغة واصطلاحا، وكاتب الحروف بتاعت الإدغام، وكاتب بقى مثلا بيتقسم لإيه، وكاتب طبعا هنا أهو الشاهد من تحفة الأطفال أهو، كاتب مثلا مديكم مثلا أهو أمثلة عشان تبقوا كمان عرفتوا التطبيق بتاع الحكم ده. الحاجة بقى بنات الستة، وهي الذكر، سوري يا بنات مش الذكر، أو الأذكار اليومية، والأذكار مثلا زي أذكار الصباح والمساء، وأذكار قبل النوم، وأذكار الاستيقاظ من النوم. كل الأذكار دي بتساعدكم إن انتوا تحصنوا نفسكم، وبتساعدكم مثلا للتغلب عن الحسد أو كده. وهي مش بتاخد وقت، ممكن تقرأوهم من الموبايل زي تطبيق أنا مسلم، أو ممكن تقرأوهم من كتاب زي كده. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، اتمنى انه يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عندكم مثلا يعني اي افكار تانية او كده، اكتبوا لي تحت في الكومنتس، ولو عشان اعمل لكم مثلا الفيديوهات اللي انتوا عاوزينها. ولو عايزين بارت 2 عن حاجات اكتر يعني، او حاجات ممكن تقربنا لربنا اكتر، اكتبوا لي في الكومنتات. وبس اشوفكم في فيديو جديد، باي.